السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا هستعمل الدواء ده. في حد من المتابعين جزاها الله خيرا بعتت لي وقالت لي ان في على قناة شافت نفس الظروف اللي عندي وان هي استعملت الدواء ده مع رفع المناعة. انا كده امبارح اديت رفع مناعة اللي هو الايمولانت. فاكرين الفرخة بتاعت امبارح اللي انا قلت لكم واقفة على رجلي وما بتتحركش؟ جيت النهارده لقيتها ميتة زي ما انا شفته في الفيديو اللي قبل كده. هستعمل لهم ده ان شاء الله، يعني انا متفائله خير شويه. هستعمل لهم ده غطا على رتلين او 3 رتل ميه 8 ساعات و8 ساعات رافع مناعه مع العلف. انا جبت النهارده ليمون وثوم وبصل وخل، ضربتهم في الكبه كويس قوي ورميتهم ليهم من غير علف من غير حاجه. يعني كان في حبه علف بس قيمه كيلو كده، حطيت لهم ربعهم او حاجه، وزعت يعني وحطيت عليهم الخلطه دي. برضو دي طبعا رافع مناعه كويس. وهجيب برضو كركم رافع مناعه. بصوا بقى عشان خلاص التجارب، يعني انا ايه اللي بيحصل عندي؟ انا يوم ويوم لا بيموت عندي فرخه. يعني انا مات لحد دلوقتي 3 وذبحت واحده، يعني قولوا 4. الموضوع ده بقالنا قد ايه كده؟ بقالنا حوالي 10 ايام او اسبوع. فالله المستعان الدواء ده هيجيب نتيجه، الله المستعان يا رب ان شاء الله. وعايزه اقول لكم ان مش عارفه اقول لكم ايه، بس بجد لما بتحصل حاجه زي كده بتبقى انت عرضه تحت ايد الدكاتره البيطريين اللي اغلبهم كل واحد بيقول راي غير التاني. كل واحد بيقول راي غير التاني، كل واحد عايز رايه هو اللي يبقى صح. فده في دكاتره كتيره جدا قالوا، يعني انا اتواصلت مع كذا دكتور كل واحد قال راي غير التاني، ما عدا يمكن 2 اللي قالوا ان ده فيروس او ميكروب فيروسي او حاجه وهيروح ان شاء الله. في واحد بقى يعني بصوا كان يعني يهد جبل الطموح كله وقال لي لا ده مرض نوعين مع بعض من الفيروسات وملوش علاج، ونصيحه كده هم عمرهم ما هيبيضوا تاني، ونصيحه انك تذبحيهم كلهم. فده اللي هو يعني بصوا قطم ظهري، اللي هو يعني انا ما صدقتش الكلام ده، لان انا عاشمي في ربنا كبير لدرجه ان انا كنت طالبه منه علف. فبيقول لي طب خلاص الغي العلف بقى، اللي هو انت حكمت عليا ان انا هذبح الفراخ دي كلها وكمان من غير ما اكلهم، يعني مستحيل اصلا اذبحهم في يوم واحد. قلت له لا لو سمحت هات العلف، وانا مش مقتنعه بالكلام، وان شاء الله ربنا هيجبرني في فراخي. فادعوا لي ان شاء الله ربنا يجبرني في فراخي، حتى لو حصل حاجه تاني فان شاء الله نلحقهم بده. وادينا هنجرب مع بعض المضادات الحيويه اللي الدكاتره كتبوا عليها، مضادات حيويه فيروسيه انا مش لاقياها. كل ما اسال حد انا مش لاقياه. فخلاصه التجربه بتاعت العميله اللي بتاعت المتابعه اللي قالت لي على ده، انا دخلت القناه وشفت فيديو ولقيت فعلا قالت نفس الاعراض اللي عندي، سخونه وبتقف على جنب ما بتاكلش، وتاني يوم نلاقيها ميته. فلعله خير يا رب ان شاء الله. هرجع لكم بالنتائج تاني. وعايزه اطمنكم ان الانتاج بيزيد ويقل، يعني الانتاج قل 20%، بس يوم يقل 20% وتاني يوم الاقيه طلع ل 30% وبعديه ينزل ل 25%. المهم ان الفراخ بتبيض يا جماعه. يعني اراء الدكاتره اللي قال لك الفراخ عمرها ما هتبيض تاني دي، وان حصل انفجار في معرفش في المبيض وحصل انفجار في ايه، يعني الله يهديكم ويصلح حالكم. الحاجه بفلوس وتعب، فان شاء الله ان شاء الله يا رب. انا قلت اطمنكم النهارده اهو، انا ده بدايه الموضوع اهو. هدي ده النهارده ان شاء الله مع رافع مناعه مع الثوم والبصل والحاجه، مع ان انا دفيت كويس، مع ان انا هفرش نشاره تاني زي ما انا عملت. والله المستعان ربنا ما يضيعليش تعب، ولعله خير. هي ازمه وهتعدي زي ما بتعدي عند اي حد. وفدا عيالي مفيش مشكله، فدا عيالي وفدايا وما نزعلش، مش مهم تيجي في الفلوس، مش مشكله. شقيانين وتعبانين وقسما بالله العلي العظيم مديونين بمبالغ كبيره جدا، بس على الله السداد. طول ما واقفين على رجلينا على الله السداد، والحمد لله على كل شيء، وربنا يعوض. وبرده هقول لكم على حاجه بقى من ناحيه تانية، عليكم بسوره ياسين وسوره الواقعه. والله العظيم يعني انا منعاها بس بقالي اسبوع، لكن ان شاء الله هقراها النهارده، وهي مفرجه للهم وميسره لكل الامور.
هتقولوا ده دجل، هتقولوا ده شعوذه. لا قسما بالله انا مجرباها في حاجات كتيره جدا عليكم بسوره الواقعه وسوره الياسين. ويا سلام لو زودت بقى بألم نشرح لك صدرك، والله العظيم ان شاء الله ازمه وهتعدي ولعله خير. والازمات الدنيا كتير وبس تيجي في فلوس، مفيش مشكله. يلا السلام عليكم، ودعواتكم ليا بقى، دعواتكم ليا بصلاح الحال يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.